لم تكن شائعة وفاة سوسن بدر أو رحيل صلاح السعدني هي الأخيرة، إذ اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، وظلت تلاحق الفنانين لفترة طويلة، منها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال. ترددت شائعات عن وفاة الفنانة سوسن بدر خلال الساعات القليلة الماضية عبر بعض صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سرعان ما خرجت نقابة المهن التمثيلية ونفت هذه الشائعات، كما تعجبت سوسن بدر من الشائعات، وقالت في تصريحات صحفية إنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، ولم تكن هذه المرة الأولى. فقد أثيرت حالة كبيرة من الجدل في الأشهر الماضية بعد انتشار شائعات مغلوطة حول وفاة الفنانة سوسن بدر، أطلقتها إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولكن تبين عدم صلتها بالواقع. وساهم في انتشار الشائعة أنها جاءت بالتزامن مع اختفاء سوسن بدر عن السوشيال ميديا لعدة أيام متتالية، وعدم وجود رد مباشر منها يوقف تلك الشائعات، إذ كان آخر ظهور لها قبل نحو أسبوع، وتحديدا يوم 14 أكتوبر، وقبل أيام قليلة انتشرت أنباء مغلوطة حول وفاة الفنان صلاح السعدني، ولكن سرعان ما تم نفيها من قبل نجله ومن قبل نقابة المهن التمثيلية أيضا. وحول تلك الشائعات علق الفنان أحمد سعدني على شائعات وفاة والده، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أبويا بخير الحمد لله، إن شاء الله تنشل ياللي كتبت إشاعة.